لقاء وموعد مع المشاهير، والنهاردة معنا نجم من أشهر نجوم الزمن الجميل في بداية السينما المصرية، الفنان الجميل زكي رستم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما جمعا إن شاء الله. امال صفحتك فين يا معلم؟ والله يا ابني نسيتها في البيت. ليه؟ نويت أصلي ركعتين لله. الله أكبر. لا لا لا، ده أنا عاملها قبل منك. نبذة سريعة ومختصرة عن حياته. الاسم محمد زكي محرم محمود رستم، من مواليد يوم 5/3 عام 1903. مبسوط اديني كسبتك ثواب. طب فين مكافئتي بقى؟ أنا هفوتك بقى عشان عندي اجتماع مجلس إدارة. مع السلامة يا بابا. يعتبر أحد أهم نجوم السينما المصرية، اعتبره النقاد العالميين أحد أكثر الفنانين موهبة في الشرق والعالم، وهو من مواليد القاهرة حي الحلمية. الباب والشبابيك أنا مش شايف حاجة أبدا. الشبابيك مفتوحة يابا. ولد لعائلة أرستقراطية راقية، فكان والده وجده من بشوات مصر، وهو ولد في قصر كان يملكه جده اللواء محمود باشا رستم، أحد رجال وأبطال قواتنا المسلحة الباسلة. وكان والده محمود بيك رستم من كبار ملاك الأراضي الزراعية ومن أعضاء الحزب الوطني، وصديقا شخصيا لمصطفى كامل. يعني مش عايز تطلعني بعد كل اللي قلته لك؟ أيوة، لأني لو طلقتك أبقى بشجع الزنا، بكافئ الخطيئة. الخطيئة والزنا هم عشتي معاك. أنت إنسانة ضالة منحلة. توفى والده وهو صبيا، وتكفل به صديق والده مصطفى بيك حبيب والد الفنان سليمان بيك نجيب، الذي ظل من أحسن أصدقاء زكي رستم القليلين طوال حياته، الأمر الذي أتاح لزكي رستم علاقات مع بعض فنانين المسرح في ذلك الحين، ومنهم الفنان الكبير عبد الوارث عصر. 10 شيلين يا بلاش يا بلاش. 10 شيلين. لا واحد. 10 شيلين هنبيع. عندكيش 50 قرش؟ منين يا معلم؟ 50 قرش، 50 قرش. كان على عيني. 10 شيلين يا بلاش يا بلاش. مارس الرياضة وبالذات رياضة رفع الأثقال، وحصل على بطولتها عام 1923. بدأت هوايته في التمثيل وهو طالب في البكالوريوس بتاع كلية الحقوق عام 1924. أبدع وتألق في السينما المصرية، وقدم 250 عملا فنيا، وتألق في كل الأدوار، أدوار الشر وأدوار الخير. كلام كبير المعلم ابو زيد. العريس حبيبي الصعايده الرايده ابني وانا وانت. العريس وكمان مرة العريس 1000 مرة العريس وحبايب العريس والأصحاب المخلصين والأندلة والخاينين حتى لقب بشرير السينما. كانت بدايته الفنية عام 1930 في السينما الصامتة بفيلم زينب، ثم شارك في أول فيلم مصري ناطق عام 1932 بعنوان الوردة البيضاء. من أشهر أعماله رصيف نمرة 5 عام 56، وفيلم الفتوة عام 1950، وفيلم نهر الحب عام 60، وفيلم صراع في الوادي عام 54، وفيلم امرأة في الطريق عام 1958. يابا ده حسنين عاوز تعمل ايه في حسنين؟ مش جهاز
مش هتصور يا كلب. انا مجنون يابا. وهو لم يتزوج طوال حياته بسبب ضعف سمعه وبصره، ورحل عن عالمنا يوم 16/2 عام 1972 عن عمر يناهز 69 عاما، تاركا خلفه مكتبة كبيرة من الأعمال الفنية الكلاسيكية.